يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب للصائم أن يلتزم بالآداب الآتية كي يكون صيامه إن شاء الله مقبولا حتى نحقق غاية الصوم. من هذه الآداب تأخير السحور. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وكان الصحابة يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون إلى الصلاة. قيل: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة 50 آية، أي 20 دقيقة بتوقيت اليوم. ليه؟ لأن تأخير السحور يعين الصائم على تحمل الجوع والظمأ. النقطة الثانية تعجيل الفطور، وهذا لا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطور. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. لذلك علينا أن نعجل الفطور. فطور التمر سنة رسول الله سنة، ينال الأجر شخص يحلي منه سنة. أما الثالثة فهي الدعاء في الليل والنهار، لأن آية الدعاء في سورة البقرة جاءت بين آيات الصيام، فلذلك من السنة أن الدعاء عند الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال في حديث آخر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فدعوة الصائم لا ترد. وأما الرابعة فهي اجتناب اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فعلينا أن نقتدي بالهدي النبوي حتى يتقبل الله صيامنا، وحتى يكون صيامنا وفق الدليل الشرعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.